السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا وجبة غدا رهيبة. هنعمل صينية البتنجان بالكفتة. وإذا كنتي بتحبي تاكلي البتنجان بس بتخافي تعمليه علشان بيشرب زيت كتير، يبقى الأكلة دي اللي انت بتدوري عليها. أكلة صحية وكمان طعمها حلو. يلا نبدأ بالمقادير. أول خطوة هحضر الخضار. معايا 3 بتنجان و2 فلفل بارد وواحد فلفل حار، وكام وحداية طماطم وأربع فصوص توم. بدهنهم بمعلقتين زيت وبدخلهم الفرن يتشووا على درجة حرارة متوسطة. بياخدوا تقريبا 10 دقايق. وفي نفس الوقت هحضر الكفتة. معايا نص كيلو لحمة مفرومة فيها كمية دهون كويسة، وهحتاج حزمة بقدونس واتنين بصلة بقطعهم قطع صغيرة وبضيفهم على اللحمة المفرومة، وبضيف عليهم نص كوباية بقسماط أو عيش محمص، وبحط عليهم الملح ومعلقة صغيرة فلفل أسود وبيضة، وبقلبهم مع بعض. حطيتهم في طبق كبير شوية علشان أعرف أقلبهم كويس. وصبعت نص الكفتة دي صوابع حجمها معقول، وإذا لقيتي إيدك بتلزق ادهنيها بمسحة زيت. وصبعت نصها التاني كرات. ودي كمية الكفتة اللي احنا عملناها. وده شكل البتنجان بعد ما اتشوى. بقشرهم وبهرسهم لحد ما ينعموا خالص. وبضيف عليهم ذرة كمون وفلفل أسود وكزبرة، وبضيف الملح حسب الذوق، وبقلبهم مع بعض كويس. وبحط الخليط ده في صينية وبفردها كويس. وبارص عليها الكفتة، وبدخلها فرن على درجة حرارة متوسطة تاخد تقريبا 25 دقيقة. أول ما تلاقي الكفتة استوت بتطلعيها من الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ريحتها بجد رهيبة. زوقتها بطماطم مقطعة قطع صغيرة وبقدونس مفرومة. أكلة ملهاش حل. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد قريب إن شاء الله. وباي باي.